في ملعب خالد بشارة في الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيلاعب زد بقيادة محمد شوقي. المباراة دي كان فيها أحداث غريبة لحد الدقيقة 83، كانوا متعدين الفريقين في الجونة 0-0. وفي الدقيقة 83 من أسيست المحمود صابر عبد الرحمن البنوبي بيحرز الهدف الأول لزد. وفي الدقيقة 95 لاعب زد علي جمال بيحرز هدف في مرماه، هدف عكسي بعد لما تصدى للكورة علي لطفي حارس زد، والكرة نزلت على خط المرمى. كان علي جمال واقف مغطي لما طلع الحارس، فهو راح يغطي مكانه على خط المرمى. لسوء حظه ان هو جه يطلع الكرة ويشتتها، قلشت ودخلت جوه مرماه، وكانت قلشة غريبة، وكان هدف عكسي غريب كان لصالح الجونة. طبعا الهدف ده خلى الجونة طبعا سعيد ان هو كان هيخسر مباراة في ملعبه 1-0 من زد، والهدف ده اللي خلى النتيجة 1-1، والجونة قال لك نقطة احسن من مفيش.